جورج ويا ليبيري الجنسية، وهو مواليد 1966 ومن أحسن اللعيبة اللي جت في تاريخ القارة السمراء. بدأ مسيرته الكروية في ليبيريا في نادي مايتي بارول، وبعدين اتنقل لإيفنسيبل 11 وتألق معاهم عشان يروح بعدها أفريكا سبورت الإيفواري، وبعدها راح تونر ياوندي الكاميروني، وكانت دي محطته الأولى للأندية الأوروبية، ويلعب لموناكو الفرنسي عشان بعدها يروح لباريس سان جيرمان ويبقى هداف دوري أبطال أوروبا معاهم، وده اللي خلى إي سي ميلان يفكر فيه وقتها، وفعلا راح وتألق وخد معاهم جايزة أفضل لاعب في العالم، وهو الأفريقي الوحيد اللي خد الجايزة دي، وده اللي خلى تشيلسي تعرض على الميلان تاخده إعارة 6 شهور، وكمان لعب لمانشستر سيتي ورجع للدوري الفرنسي من بوابة أولمبيك مارسيليا، وختم مسيرته في الجزيرة الإماراتي واعتزل في 2003، ولعب مع منتخبه بالرغم من عرض الجنسية الفرنسية عليه وبالرغم من وطنيته، إلا إن ابنه اختار يلعب لمنتخب أمريكا. ويا بعد اعتزاله أصبح رمز سياسي وإنساني في ليبيريا، وفي أكتوبر 2017 انتخب رئيس لجمهورية ليبيريا عشان يبقى أول لاعب كورة يبقى رئيس دولة، ودي البطولات اللي أخدها مع أنديته في مسيرته الكروية.